شحال من مرة قلت اليوم غادي نبدا نتريني، غادي نبدا نتعلم واحد المهارة جديدة. وشحال من مرة كيكون عندنا شي خدمة مهمة ولكن كنأجلوها حتى لآخر لحظة، وغالبا ما كتكونش كيف ما كان خاصها تكون. شحال من مرة كنضيعوا علينا بزاف د الحوايج كان خاصنا نديروهم فقط لأنهم ما فيناش اللي يديرهم في ديك اللحظة، وكنأجلو مع العلم أنه ما عندناش شي حاجة مهمة نديروها. المشكل هنا ماشي كسل وماشي ضيق الوقت، المشكل أعمق من هذا الشيء. المشكل كاين في دماغك، في الطريقة باش مبرمج، في أشنو كيوقع فيه لداخل. في هذا الفيديو غادي نغوصو في الأعماق، في علم النفس، في علم الأعصاب، في قصص ناس بحالي وبحالك تجاوزوا هذا المشكل، في استراتيجيات بسيطة ولكن فعالة باش نحلو هذا المشكل. واش عقلتي شحال من مرة كتكون عندك شي حاجة مهمة خاصك ديرها ولكن كتقول خلي حتى لشوية، حتى الغدا، مع العلم أنه ما عندك شي حاجة كديرها في ديك اللحظة؟ هاد الفعل كيتسمى التسويف. التسويف هو ملي كتكون عندنا شي خدمة ضروري ولكن كنأجلوها بالرغم من العواقب اللي غادي تجينا من هاد الشي. ولكن أشنو اللي كيخلينا نأجلو شي حوايج وحنا عارفين بلي هاد الشي غادي يأثر علينا؟ كاين بزاف ديال الأسباب ديال التسويف. السبب الأول هو أنه ما كيكونش فيك اللي تحمل داك الألم ديال العمل اللي خاصك ديرو، لأن راه كل عمل كديرو كيتطلب واحد الجهد، وهذا الجهد كيكون معه واحد المقدار ديال الألم، وهنا كتحاول تجنب داك العمل باش ما تعيش داك الألم. بحال مثلا فاش كيكون عندنا شي امتحان، راك انت عارف مزيان انه الا وجدتي ليه قبل بواحد المده غادي تكون ضمنتي واحد النتيجه زوينه، ولكن هذا الفعل ديال تنوض بريباري وتخلي الخروج مع الدراري والمتعه ديال تبقى مكسل وهاز التليفون غادي يكون فيه واحد الالم، لذلك كتستسلم للعقل ديالك وكتمشي مع المتعه اللي عندك في ديك الوقيته. واحد سبب تاني اللي كيوقع الاغلبيه فينا وكنخليو المهام حيت مازال الوقت عليها، وفي اغلب الاحيان مع الوقت الوفير اللي كيكون عندنا كتخلي العمل حتى لاخر لحظه، وفي الغالب ما كتقعدش داكشي كيف ما كان خاصو يكون. واحد القضيه اخرى كتخلينا نسوفوا المهام ديالنا هي اننا كنتسناو ديك اللحظه اللي غادي نكونوا فيها كنحسوا بشعور زوين وباغي نديروا ديك الخدمه، فكتقول مع راسك دابا ما راشقاش ليا على الخدمه. ونقول لك واحد الحاجه، راه ديك اللحظه اللي كتسناها راه ما عمرها غادي تجي، راه ماشي في صباح وليله غادي تلقى راسك ولا عزيز عليك تريح ديال الكتب بالساعات، ولا تبدا تاكل واحد الاكل صحي او تقطع الاكل اللي كيضر بالصحه ديالك. هادشي كامل كيبغي الاراده اللي غادي تخليك تحمل داك الالم. راه داك الشخص اللي كيقرا الكتب في بلاصه ما يهز التليفون وضيع الوقت ديالو راه بدل واحد الجهد في الاول حتى تعود على هذا الفعل ولا كيجي شي حاجه عاديه. لذلك حيد من راسك هاد الفكره ديال انك كتسنى تحس براسك مزيان، حيت هذاك راه غير الدماغ ديالك كيخدعك باش ما يعانيش من الم العمل. الان بعد ما عرفنا الاسباب ديال التسويف والمشاكل اللي كيسببها لينا في جميع المناحي ديال الحياه، جا الوقت باش نعرفوا كيفاش نتعاملوا مع التسويف ونوضعوا حل لهذا المشكل. من اكثر الحوايج اللي غادي يعاونوك باش تحيد التسويف وتعرف انه ماشي ضروري انك تكمل الخدمه كامله في ديك اللحظه. مثلا عندك شي امتحان، خاصك تعرف انه ماشي ضروري النهار الاول اللي غادي تبدا فيه خاصك تقرا 10 سوايع. حاول تقسم المهام اللي عندك لاجزاء صغار، وحاول اول خطوه تكون صغيره باش تجيك سهله تبداها. حاول مثلا انه تبدا ولو غير 20 دقيقه في واحد العمل، مثلا المراجعه ديال الامتحان. في ديك 20 دقيقه غادي تاخذ واحد الفكره على اشنو خاصك تراجع مثلا، لانه المشكل ديال انك ما عارفش منين تبدا ولا كيخليك تاجل بزاف ديال الحوايج. لذلك حاول اول خطوه تكون صغيره، وحاول تقسم الخدمه ديالك. مثلا راه غير نص ساعه في النهار باش تراجع الامتحان قبل شهر، راه احسن ليك ما تخليه حتى تبقى سيمانه ولا 3 ايام عاد تبقى تراجع كلشي في دقه. الحاجة الثانية اللي غادي تعاونك باش تحيد التسويف هي قائمة المهام اليومية ديالك. البعض ما عارفش الأهمية ديال أنك تكتب شنو غادي دير في النهار ديالك. راه ديك الورقة اللي كتبتي فيها المخطط ديالك غادي تعاونك أنك ديجا عارف شنو غادي دير، ماشي غير تابع شنو كيقول لك راسك. راه الا فقتي وكنتي عارف انه عندك ما يدار في هذا النهار، حيت البارح قررتي اشنو غادي دير وكتبتيه في الورقه باش تكون متاكد، راه فاش غادي تفيق في الصباح العقل ديالك كيكون مستعد باش يبدا واحد الخدمه. وديك قائمه المهام كتوجهك شنو غادي دير، حيت الا كانت فيها راه اول حاجه غادي نديرها هي نمشي نراجع واحد الساعه، راه ما غاديش نسبق عليها نجمع الدار هو الاول او اي فكره غادي تجيني ديك الساعه. خلاصه هادشي هو ان التودو ليست هي بحال واحد البوصيله كتقول لك هنا فين خاصك تمشي في النهار ديالك، كتخلي ديما الضمير ديالك يقول لك شنو غادي دير، ماشي غير الريح اللي جاي يديك. خاصك تعرف بان التسويف هو واحد الحاجه كيعني منها كثير من الناس، لان الاغلبيه كيتسناو واحد الوقيته مناسبه، كيتسناو واحد النهار يلقى راسو قادر يخدم،
قادر يبذل الجهد وأنه في أفضل الحالات ديالو، وهذا النهار ما عمرو غادي يجي. خاصك تعرف بأن هادشي اللي كدير دابا راه ما غاديش يوصلك لحتى شي بلاصة من غير البلاصة اللي انت فيها. إلا ما بدلتيش مجهود باش تغير، راه داكشي اللي غادي تولي لا يزيد عن ما فيه انت الآن. إذا اختار واش غادي تكون هذه هي البداية باش تبدل حياتك، ولا غادي تكون غير لحظة غادي تأجلها حتى تكون كتحس مزيان وفي أفضل الأحوال ديالك. أنا ما عرف شنو غادي تختار، ولكن اللي عارف هو أن الكرة عندك، فحاول تصيب الهدف ولا خليه حتى شوية.